بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم فضيلة. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله. السادة المشاهدين، نذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. عودا على بدء فيما بدأناه في الحلقات الماضية شيخنا فيما يتعلق بأحكام فقه الأسرة. معلوم عند الناس أن أبغض الحلال عند الله الطلاق. دعنا نبدأ بسؤال شيخنا، إذا كان هو شيء بغيض فلماذا حلله الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بالنسبة لموضوع الطلاق، في البداية كما أكدنا على أن الزواج فصلت أحكامه بشكل كبير جدا تفصيلا، بدءا من اختيار الزوجة ثم ما يلي ذلك من علاقات عقد ومهر وشروط وغيرها، ثم ما يتعلق بها من حقوق الزوجين إلى غير ذلك. كذلك أيضا عندما نحن نتكلم هنا عن علاقات إنسانية، العلاقات الإنسانية تمر أحيانا باستقامة واستقرار، وأحيانا تمر بتعثرات وافتراق، والشريعة تتعامل بواقعية مع كل ما يتعلق بالسلوك الإنساني والعلاقات الإنسانية، وبالتالي هي لا تفترض أصلا استمرار علاقة إلى الأبد. يعني تفترض أن هنالك تعثر في العلاقات، وتفترض كذلك عدم ديمومة في العلاقات، وتؤدي أحيانا إلى فشل كذلك في استمرار العلاقات إلى غير ذلك مما هو على كل يعتري السلوك الإنساني والسلوك البشري. فموضوع الطلاق هو نهاية علاقة، نهاية علاقة. لا نستطيع أن نقول بأن والله نهاية العلاقة دائما منطقية، إن والله دائما تكون وفق أشياء منطقية ومؤسسة وكذا. أحيانا قد لا تكون بهذا الشكل، لكن خلاصتها إن والله أحد الطرفين يشعر بأنه استمرار العلاقة الزوجية غير متيسرة لعدة أسباب، سواء من المرأة أو من الرجل. يعني هنا نحن نتكلم عن انهاء علاقة من أحد الطرفين، وكل طرف ينهيها بطريقة معينة في الشريعة. فإذا كانت إنهاء العلاقة من طرف الزوج يسمى طلاقا. يعني إذا كان الزوج هو الذي وصل القناعة إلى استحالة أو صعوبة استمرار العلاقة بشكل صحيح، ينهي العلاقة هو من طرفه، وهذا الذي نسميه بالطلاق. نعم. ولذلك يقولون الطلاق لمن أمسك بالساق، يعني الطلاق يكون بيد الرجل ليس بيد المرأة. طيب، إذا كان والله المرأة هي التي وصلت إلى طريق مسدود ولا تستطيع أن تستمر معه، وهنا حقيقة موضوع الأسباب عديد، قد يكون أسباب مادية، وقد يكون أسباب نفسية، وقد يكون أسباب على كل رغبة الطرف الآخر أو استغناءه في رفيق دربه إلى غير ذلك. يصل على كل أن المرأة تصل إلى أنه قناعة أيضا لا تستطيع أن تستمر معه. وهذا حصل لواحدة من الصحابيات، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الطلاق من زوجها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ما هو السبب. قالت: يا رسول الله، إني أكره الكفر في الإسلام. يعني صارت تكرهه، وبالتالي تخشى على نفسها أن ترتبط برجل هي تكرهه،
وقد تتعلق بشخص آخر مع وجودها في عصمة إيه؟ في عصمة هذا الرجل، فلا تريد أن تمارس هذا النوع والعياذ بالله. وللأسف الشديد طبعا هذه الظواهر الإنسانية عند كثير من ضعفاء الإيمان يحصل أنها تكون مرتبطة، وكذلك الرجل يكون مرتبط بامرأة والامرأة ترتبط برجل، وفي نفس الوقت يصعب عليهم الافتراق لعدة أسباب يرونها، سواء كان أسباب أولاد أو غيرها، ولكن تحصل هنالك مخالفات لا يقوم أحد الطرفين بالحقوق الشرعية الواجبة إزاء الآخر، فهنا تأتي المشكلة. فعلى كل الرجل عنده الحق في فض العلاقة هذه من خلال الطلاق، والمرأة عندها الحق أن تفض كذلك هذه العلاقة من خلال ما نسميه بالخلع في الشريعة الإسلامية، يعني تختلع من الرجل. الأحكام بتاعت الخلع لها تفاصيل، يعني ليس هذا مقامها باعتبار الآن الحلقة موضوع الطلاق. نأتي إلى سؤالك حول مسألة إذا كان والله الطلاق مبغض عند الله وليس محبب، لماذا شرعه الله؟ نعم. طبعا ليس كل ما هو مبغوض لا يفعل، يعني في أشياء قد تكون مكروهة عند الناس ولا يحبها الله بالمعنى، لكن لا بد منها. مع أن هذا الحديث تحديدا موضوع إن أبغض الحلال عند الله الحرام، من العلماء من ضعفه ولم يبني عليه، لم يعتبر أصلا في شيء اسمه حلال مبغض، نفوا تماما أن يكون هنالك حلالا مبغض. فقالوا والله موضوع الطلاق إن وقع في مكانه فهو مشروع، لا نقول محبوب، فهو مشروع، الله سبحانه وشرعه لإنهاء علاقة بطريقة صحيحة، وتجاوب مع الحالة الإنسانية عند تعذر العلاقة بين الزوجين، في أنه والله ليس هنالك زواجا كاثوليكيا في الإسلام بمعنى زواج أبدي غصبا عنك، لا، يمكن أن تفض الشراكة وكل وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. قد يفتح الله على المرأة وقد يفتح الله على الرجل، بدل أن يعيشا في حالة احتراب داخلي ومشكلات داخلية لا تنتهي. الذين صححوا هذا الحديث وهم كثر أيضا، قالوا المقصود من ذلك بأن وإن قلنا بأن الطلاق مشروع وهو في دائرة الحلال، ولكن كلما وجد الشخص سبيل إلى أن لا يقع الطلاق فهو الأفضل، فسروه بهذه الطريقة فهو الأفضل، لكن لا نستطيع أن نقول بأنه حرام، لأنه الطلاق على كل يعني مشروع. فيما يتعلق بمشروعية الطلاق، إذا تكلم في مشروعية الطلاق ستلاحظ بأن الطلاق يدور مع الأحكام الخمسة. تارة يكون حراما، الطلاق نفسه تارة يكون حراما، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مستحب، يعني يدور مع الأحكام مثل الزواج. مثل الزواج. فمثلا هنالك حالات يكون فيها الطلاق واجبا، كالذي يلاعن زوجته، بمعنى يتهمها في عرضها وشرفها ثم يذهب إلى القضاء ويحلف ثم تقع الملاعنة، والخامسة أن غضب الله عليه أو أن لعنة الله عليه. طيب هذه الحالة لا سبيل إلى أن يعود إلى بعضهم، يقع الفراق، فالطلاق هنا يكون واجبا. الحالة الثانية أيضا الطلاق التي يكون فيها واجبا حالة الحكمين، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، مش كده؟ يصل الحكمان إلى صيغة إن والله هذا الزواج لا سبيل إليه، فيحكم بالطلاق، فينفذ القاضي حكم هذين الحكمين. في أي الحالة تكون هذه نظرا لماذا؟ يقيم الطرفان على كل الحكمين هذول، ينظر إلى أنه إذا كان ما يجري بين الزوجين من مشكلات لا سبيل لحله يقع الطلاق، وهم يرون ذلك. يعني أحيانا في مجال لأن يحملوا أحد الطرفين الأخطاء ويطالبونه بالتصحيح، وأحيانا لا، يصعب إصلاح ما أفسده كما يقول الطرفان، فهنا يصل الحكمين إلى من خلال السماع للأقوال إلى أن الطلاق هو الحل. جميل. فيحكم بذلك، والقاضي يعتمد هذا الحكم، هنا يكون الطلاق واجبا بحكم القضاء. الحالة الثالثة التي يكون فيها الطلاق أيضا سيكون واجبا هو موضوع الإيلاء، والذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. والإيلاء هو أن يقسم الرجل أنه لا يقرب زوجته، حددت له الشريعة 4 أشهر، إما أن يعود ويتراجع عن قسمه وعليه طبعا كفارة، وإما يجبر على الطلاق،
يعني قصة يعلقها إلى كان في السابق العربي يقول والله لا أقربها، وتارة يظاهر منها أنت علي كظهر أمي، وتعلق المرأة. الشريعة ما جعلت المرأة إيه هنا معلقة، لا، توجب عليه إيه إذا كان كمل الأربعة أشهر يعني يطلقها. يطلق. نعم. وهنا يمكن لها إذا هو رفض تمشي القضاء والقاضي إيه يطلقها. هذا إلى الآن مستخدم؟ هذه إلى الآن مستخدم هذا أي نعم، هذا موجود. يعني من يقسم أنه والله لا أقرب زوجتي أو لا أقربك، لابد أن يحدد نديه مدة 4 شهور. طيب من لم يقسم يعني ولكن يترك زوجته في حالة معينة؟ هذا سنأتيه في قضية الضرر، الطلاق بالضرر. نعم. لكن أنا الآن أتكلم متى يكون واجبا. إذا أقسم أن لا يأتيها، إذا أقسم أن لا يأتيها ثم لم يتراجع. نعم. ومضت المدة، هنا لابد أن يحكم أيضا بالتفريق بينهما. على كل هذه بعض النماذج التي ونحن ننبه في نهاية المطاف. نحن هنا نرشد، نوجه، نفتي، لكن القضايا بتاعت الطلاق بشكل عام يحسمها إيه القضاء في كل بلد. نعم. يعني هي مسائل، لكن نحن نريد أن نفهم الناس والله الأحكام الشرعية، بحيث كثير من الناس للأسف الشديد يقع في محظورات شرعية لجهله بأحكام إيه؟ جميل. بأحكام الطلاق. طيب الحالات اللي يكون فيها الطلاق محرما، الطلاق نموذجين مثلا يكون الطلاق فيها حراما، وهو ما نسميه بالطلاق البدعي. الطلاق البدعي وهو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أو يطلقها وهي نفساء، أو يطلقها في طهر وقد جامعها فيه. هذه الحالات يكون الطلاق محرما. ولما نقول يكون الطلاق محرما سيستلزم من ذلك يجبر على الإرجاع. إذا طلقها يرجع، يلزم على الإرجاع مع وقوع الطلقة. لاحظوا، يجبر على أنه أعد زوجتك، ثم يعيدها، ثم يجعلها تحيض، ثم تطهر، ثم بعد ذلك يفكر في إيه؟ في إنه يستمر معها أو لا يستمر. فإن استمر معها وقع الطلقة، وإن لم يستمر معها سيجدد إيه طلقة أخرى، وهكذا. عجيب. نعم. هذا النموذج الطلاق الحرام. الطلاق المستحب هو الذي يكون أو تكون المرأة مفرطة في حقوق الله تعالى، امرأة مضيعة للصلاة، يعني عندها مشكلات في الالتزامات الشرعية، وبالتالي الرجل يشعر بأن وجوده معها ليس مفيدا، خصوصا أن تنجب له أطفال وينشأ في هذه الوضعية، فقد يكون مستحبا في حقه أنه والله يطلقها. الطلاق المكروه هو الطلاق الذي لا يكون له سبب، لا يكون له سبب من الأسباب الوجيهة، يعني على الأقل من الأسباب. هنالك الطلاق المباح، وهو أن يكون هنالك أسباب وجيهة في الطلاق، تكون هنالك أسباب الطلاق وجيهة الطبيعي. الطلاق الطبيعي. طيب. نعم. ما هو الطلاق للضرر؟ نعم. الطلاق للضرر يطلق في حال، غالبا يطلق في حالة أن هنالك أضرار تقع على المرأة من خلال استمرارها في الحياة الزوجية. يقع عليها أضرار، مثلا تزوجت برجل وهو جنسيا منتهي، لا يستطيع ممارسة الحياة الجنسية معه، ولم يبين لها ذلك وترضى به. يعني في ناس يقول لك والله أنا بينت لهذه المرأة إنه أنا والله أريد أن أعيش مع امرأة، لكن أنا وضعي هكذا، فلم يثبت أنه بين لها عيبه وقبلت بذلك. هذه قضية أخرى، أنه يفترض أن تكون مدركة لهذا الموضوع، لكن هي ما حجب عنها. وهذه تحصل كثير من كالعنين اللي هو فاقد الشهوة الذي لا يتحرك من هذه كلها. إذا ثبت بعد الزواج أن المرأة اكتشفت عيوب، هذه العيوب تخل بإيه؟ من حقها أن تطلب الطلاق بالضرر. الطلاق بالضرر كالنفقة، الرجل ما قادر ينفق عليها، تقدم كذلك للقضاء بأنه والله الرجل عاجز عن إيه؟ عن الإنفاق. كالشتم والإساءة لها ولأهلها، كأن يقول لها يا بنت الكلب، يا بنت يا بنت الملعون. هذه سبحان الله من الأشياء اللي أحيانا القضاء يبت فيها بشكل سريع. نعم. مجرد ما تجاوزت الإساءة لأمها وأبيها تحديدا، فإن ذلك من الإيذاء الذي يعتبر عند القضاء بأنه يمكن أن ترفع المرأة دعوة بهذا الجانب. وفيه حقيقة أشياء مادية وأشياء أدبية فيما يتعلق بموضوع الضرر. قد تكون عندها أشياء في المعاشرة، عندها أشياء في المبيت، عندها أشياء في الملبس، عندها أشياء في السكنة. بعض الناس يكون مشكلتها في السكن، أنه مجبرها على السكن مع أهله وهي يفترض أن يفصل لها. هذه كلها على كل سواء تعلق بالنفقة
في طعامها وشرابها واحتياجاتها الأخرى وسكنها، أو تعلق بجانبها المعنوي وعلاقاتها أيضا الخاصة مع زوجها. كل ما تشعر فيه المرأة بأنها متضررة من استمرارها في هذا الزواج يجوز لها أن تتقدم إلى القضاء لتطلب الطلاق. طيب ماذا عن العكس، إذا كان الرجل هو اللي يعاني من المرأة، إذا كانت مثلا باردة جنسيا أو سيئة الخلق؟ ما هو سبحان الله هنا موضوع الضرر، أنا ليش حصرته على المرأة؟ الرجل أصلا حالة شعوره بالضرر ما بيده قرار، بيده القرار، بيده إنه والله يمكن أن يتزوج إذا كانت المشكلة مشكلة إنه هي ما قادرة تعالج له جوانب معينة في المعاشرة، عنده القدرة أن يتزوج. إذا كان هنالك شعور بأنه والله ما قادرة هذه المرأة أن تستمر في الاستقامة، عنده القرار أن يطلقها. إذا كانت هنالك مشكلات مع والديه، يعني هذه المرأة لا تنسجم مع والديه، وهذه طبعا من الأشياء اللي أحيانا كثيرا ما يكون يرتبك فيها الناس، لأن يعني الوالد يقول لولده طلق زوجتك كما قال إبراهيم عليه السلام، وهذه طبعا سنة إبراهيم عليه السلام إذا قال لإسماعيل طلق غير عتبة بابك. هنا طبعا قضية فقهية هي، هل يجوز فعلا للوالد أن يطلب من ولده أن يطلق؟ فيها تفصيل، وهو إذا كانت هذه المرأة مخفقة في إيجاد علاقة طيبة مع الوالدين أو مفرطة في خدمتهما وهما في حاجة إلى الخدمة، فواحد من اثنين: إما أنه والله يتزوج امرأة أخرى تقوم برعاية والديه، وإما أن يطلق هذه المرأة التي لا تبر بوالديه ولا تخدمهما، أو يحاول يعمل خادم خاص لوالده. لا بد من معالجة الإشكال. إذا استطاع بعد ذلك أن يقنع الوالدان بأنه والله دعوا المرأة تستمر معي وأنا أعالج مشكلتكم فبها ونعمت، لكن بعض العلماء رجح أنه والله برا بوالديه إذا كانت المرأة واصلة مرحلة لا تستطيع تعديل سلوكها مع والديه، فقد يكون من البر بالوالدين أن يطلق هذه المرأة. فالشاهد هنا المرأة غالبا يقع عليها الضرر، فلا يمكن أن يرفع هذا الضرر إلا بالمطالبة برفع الضرر عن طريق القضاء. أما إذا وقع عليه هو عنده القدرة أن يرفع هذا الضرر بعدة قضايا، بالزواج أو بالطلاق أو بغير ذلك. طيب تكلمنا عن رجل يقسم أن لا يأتي امرأته، للمرأة حق الصبر 4 أشهر، نعم. ثم بعد ذلك تطلب الطلاق. ماذا إذا لم يقسم؟ كم لها أن تصبر حتى تطلب الطلاق؟ على كل هذه مسألة تقديرية تعود إليها. إذا كان والله هي تشعر بأنه والله الاستمرار مع هذا الرجل يوقعها في الفتنة، قد يكون في أقل من المدة هذه نفسها يمكن أن تطلب الطلاق في شهر، في شهرين، في 3 يعني. لكن هي على كل تعود إلى جملة من العوامل، صبرها هي، أيضا مراعاتها لأبنائه إلى غير ذلك. لكن في نهاية المطاف من حقها أن تطلب، وتترك بعد ذلك القاضي يجري العملية التقديرية في أنه والله خلال كم يمكن أن يقع هذا الطلاق، قد ينبهه، قد ينذره، قد يعني يكون في أكثر من معالجة. جميل. طيب بعد الطلاق هنالك العدة شيخنا، متى تبدأ وما هي الفترة الزمنية لانقضائها؟ طيب موضوع العدة المرتبطة بالطلاق تحديدا طبعا تختلف باختلاف النساء، العدة تختلف باختلاف النساء. فهنالك المرأة التي يعني لم تحض، والمرأة اليائسة، المرأة التي لم تحض والمرأة اليائسة، يعني الصغيرة التي لم تحض أو اليائسة التي توقف حيضها. هاتين يرتبط موضوع العدة بالأشهر، يرتبط بالأشهر وليس بالحيض والطهر. ف3 شهور تنتهي معها العدة، بشرط أن يطلقها طلاقا صحيحا. يمكن نأتي إليه يعني متى يكون الطلاق صحيحا وسنيا. طيب إذا كان والله لا، هي من ذوات الحيض، ذوات الحيض أيضا إما أن تكون حامل وإما أن لا تكون حامل. فإن كانت حامل عدتها بوضع الجنين، تنتهي العدة مع وضع الجنين. يعني يقول طلقها اليوم وبكرة وضع جنينها، انتهى الموضوع، انتهت العدة. بعد أسبوع، بعد 3 شهور، بعد 4 شهور، بعد 8 شهور، المهم ما دام الجنين في البطن تظل هي في العدة، لا ترتبط بأي شخص آخر. هذا في المرأة الحامل. طيب المرأة غير الحامل ذوات الحيض، فالمقياس فيها بالقرء، والقرء قد يكون حيضا وقد يكون طهرا، قد يكون حيضا وقد يكون
طهرا، فقد تحسب بالطهر وقد تحسب بالحيض على حسب ما حسب المذاهب. فمنهم من رجح أنها تحسب بالطهر، ومنهم من رجح أنها تحسب بإيه؟ بالحيض. فمن حسبت بالحيض مدتها أطول، ومن حسبت بالطهر مدتها أقل بحسب لأنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فيكون هنا مباشرة تدخل على حيض، وهكذا مدتها على كل أقصر من مدة الحيض. جميل. نعم. للحديث بقية شيخنا الفاضل، ولكن بعد فاصل قصير. متابعينا الأفاضل فابقوا معنا. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطأطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا، وهذه هي رسالة سلام. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. نرجع إلى محور حديثنا شيخنا، والحديث حول العدة. ما الحكمة من وجود العدة يا شيخنا؟ طبعا الحكمة من موضوع العدة هو استبراء الرحم. نعم. استبراء الرحم. ولذلك مثلا المرأة غير المدخول بها لا تطالب بالعدة، والتي اللي يقول فيها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني اللائي لم يدخل بهن لا يطالبن بالعدة، لأن العدة مطلوب منها استبراء الرحم، وهو انتقال المرأة إلى رجل آخر وقد تأكدت تماما أنه ليس في رحمها
أي جنين للرجل السابق. وهذا طبعا من خلال هذه المدد التي ذكرناها، فقد تكون بالأشهر وقد تكون كذلك بموضوع الحيض، فتستبين الصورة تماما بأنه ليس هنالك أي جنين للرجل السابق، وهذا حفاظا على ألا يكون هنالك عملية اختلاط في الأرحام والأنساب. جميل. طيب ماذا عن الأبناء في قضية الطلاق شيخنا؟ ماذا على الآباء تجاههم وما على الأمهات تجاههم وما عليهم تجاههم؟ طبعا موضوع الطلاق فعلا يعني تترتب عليه جملة من الأشياء، جزء منها يتعلق بالمرأة كما ذكرنا من حقوق وواجبات وعدة ونفقة ما بعد الطلاق، وكذلك تترتب عليه المتعة أيضا إذا كان هنالك إن شاء الله مجال فيها. لكن في الطرف آخر أيضا يعني له علاقة بموضوع الطلاق، وهو قضية الأبناء. الأبناء هنا طبعا المسؤولية المباشرة تقع على الوالد في أنه هو المسؤول تماما عن أولاده. هو في حال الطلاق، في حال الطلاق هو المسؤول عن أولاده. لكن أحيانا يكون هؤلاء الأولاد قصر، يكونوا صغار، ويختلف طبعا في موضوع الصغر بين الفتاة والفتى، يعني البنت والولد يختلف الوضع بينهم. وعموما القوانين والتشريعات في كل البلدان تحدد المدة التي يكون فيها الأولاد مع والدتهم، اللي هي يسموها فترة الحضانة. الأم بعد الطلاق عندها الحق في الحضانة على أبنائها، أو حضانة لأبنائها. هذه الحضانة هو حق إبقاء الأولاد مع إيه؟ مع والدتهم، حق شرعي أن يبقوا مع والدتهم. في حالة بقاء الأولاد مع والدتهم فإن على الوالد أن ينفق عليهم إنفاقا كاملا، يلزمه السكن ويلزمه الأكل ويلزمه الشرب، ولهم ولوالدتهم باعتبارها قائمة على إيه؟ قائمة على أمرهم وقائمة على شغلهم، وبالتالي هنا يراعى هذا الموضوع. طيب أحيانا تكون هذه المرأة مثلا تزوجت أو ثبت أنها غير مؤهلة لموضوع الحضانة، هنا تنتقل سبحان الله إلى الجدة اللي هي أم الأم، أو تنتقل إلى الخالة، يعني لا مجال لأن تنتقل إلى العمة. طبعا برضو من الحاجات بعض الناس يتصور يقول لك يا أخي ولدنا أولى به وعمته كلام، لا، في الناحية الشرعية في موضوع الحضانة الأولى به أهل الأم. طبعا إذا لم يبلغ سن الرشد. لا، هي ما عندها علاقة بالرشد. هنا أحيانا قد يكون إلى 9 سنوات وأحيانا إلى 7 سنوات. البنات يمد لهم بعض الشيء في العمر، والأولاد قد يكون من 7 سنوات. تحدد القوانين أنه خلاص الأب يمكن أن يستغني عن حضانة الوالدة ويضم الأولاد إليه، يضمهم إليه سواء كان له زوجة أو ليست له زوجة، عنده خادمة، المهم هو إيه؟ مسؤول عن أبنائه وعن الالتزام بهم، وبعد ذلك هي ليست مسؤولة عنهم حسب القوانين. يعني أقصى حد حسب ما أعرف في الهنا أنه 9 سنوات. بعد 9 سنوات سواء كان فتاة أو فتى ينتقل إلى الوالد ويستغني عن حضانة الأم. ما دون ذلك الوالدة أو الجدة أو الخالة بحسب الترتيب. فإذا كانت الوالدة أثبت أنه والله هذه الوالدة غير قائمة بمسؤوليات، ينتقل إلى جدته، فنفس الالتزامات تذهب إلى الجدة. الجدة ما موجود تذهب إلى الخالة. فترة الحضانة حق من حقوق جهة الأمومة على كل حال. عليه بعد ذلك بكل الالتزامات المالية كما ذكرنا، التزامات السكن، التزامات التعليم، كل ما يلزم من حقوق أبنائه فهو مسؤول عن ذلك. جميل. يعني حتى في هذه الفترة يجوز للمرأة أن تطالب بأن يدفع لها الرضاعة. إذا كان عندها طفل رضيع يمكن أن تطالب بإيه؟ أن تأخذ مالا في رضاعة الطفل. طيب. أو يجيب له مرضعة، على كل تكون أيضا مسؤول عنه. ممتاز. طيب متى يكون الحضانة للأب؟ الحضانة للأب على كل هي تحدد من 7 إلى 9 سنوات، من بعد أو بإثبات بأنه ليس في أهل الأمة يمكن أن يقوموا بحضانة الأبناء ويضيع الأبناء بسبب، وهذه يثبتها على كل أمام الجهات القضائية. جميل. وإذا في حال زوجة الأم تنتقل الحضانة إلى الخالة أو إلى شخص مؤهل؟ هي تنتقل فترة الحضانة بشكل عام من جهة الأمومة. تظل في فترة. إذا كان والله الأم ما صالحة تنتقل إلى والدتها الجدة. في حال زواجها أيضا تنتقل. في حال زواجها أيضا إذا تزوجت والأب أيضا يرى إنه خلاص يأخذ أبنائه تنتقل أيضا موضوع الحضانة إلى الوالد. ممتاز. طيب كيف تقاس النفقة على الأبناء وكيف تعرف؟
هي سبحان الله موضوع النفقات وحتى المهور كثير من القضايا الشارع يعني أحالها إلى موضوع الأعراف. جميل. إلى موضوع الأعراف، وعندما نتكلم عن الأعراف نشترط فيها الكفاية، يعني لا يمكن أن يقول والله عرف دون الكفاية. الأعراف دائما تذهب في اتجاه الكفاية. إذا كان والله العرف يقول بأن والله هؤلاء الأطفال يكفيهم نفقة في الشهر 1000 ريال، فلا يحل له أن يدفع أقل من ذلك. هذا هو المعروف الذي يجب عليه أن يدفع 1000. إذا كان مثلا المسألة علاقة بالفقر والغنى، قد يكون الأغنياء يلزمون بوضع لا يلتزم به الأواسط ولا يلتزم به الفقراء، فالفقير له وضعه لينفق كل ذو سعة من سعته، فهو مطالب بحسب وضعه الاجتماعي. هنالك ما شاء الله رجل ميسور الحال يدفع لأبنائه بحسب حاله، وهنالك من هو متوسط يدفع المتوسط، هنالك من هو فقير يراعى أيضا وضعه، لكن كل ذلك في حدود الكفاية في الحد الأدنى الذي تقوم به أو تستقيم به الحياة. طيب، ما هي شروط استحقاق النفقة للزوجة؟ طبعا نتكلم الآن عن النفقة في الطلاق، مش كده؟ نعم في الطلاق. طبعا في النفقة في الطلاق هي تتوقف على على جملة من الأشياء. فيما يتعلق إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا، طبعا هي زوجة وستظل في بيتها ولا تخرج من البيت إلا وقد انتهت عدتها. جميل. فإذا انتهت العدة تنتقل إلى أهلها وينقطع عنها موضوع النفقة. كذلك فيما يتعلق بالنفقة المتعلقة بالطلاق البائن بينونة كبرى، طلاق الثلاثة كما يسمون، هذه أيضا تسقط النفقة بمجرد الطلاق الثلاث. هنالك أيضا نفقة تسقط بمجرد الطلاق اللي هو غير المدخول بها. غير المدخول بها إذا كان يعني في حتة في جزئية كده بيكون فيها نفقة وما في دخول حتى تكون الصورة واضحة. يعني مثلا المرأة عقد عليها زوجها واتفقت معه أنها ستكون جاهزة خلال شهر من ترتيب أمورها، ثم تجهزت ودعته للدخول. هنا من هذه اللحظة إذا ما عنده أسباب أخرى دعته فعلا أسباب موضوعية ومقنعة لأن يمد المدة، من هذه اللحظة وجب لها الإنفاق. طيب، قبل أن يدخل بها طلقها. في هذه الحالة ما دام أنه طلقها قبل الدخول بها تسقط عنها أيضا تسقط عنها النفقة. تستمر النفقة مع الزوجة في حالة وجود الحضانة، وتستمر كذلك حالة السكنة أحيانا في حالة الوفاة. هذه طبعا قضية غير موضوع الطلاق، يعني اللي هي لا تخرج من بيتها الذي توفي فيه زوجها لمدة عام. يعني هذه من الأشياء اللي لها علاقة أيضا بموضوع الإنفاق. فبشكل عام هي تستحق النفقة ما دامت هي في الرجعة، وتستحق النفقة ما دامت حاضنة لأبنائها، وتستحق النفقة ما دامت مرضعة لهم حتى وهي مطلقة. كل ذلك من الأشياء التي توجب لها النفقة. طيب، ما الحكمة الإلهية من وجوب النفقة؟ طبعا وجوب النفقة أن لو تلاحظ سواء كان نفقة الزوجية أو نفقة ما بعد الطلاق هي معظمها نتيجة الحبس، إما محبوسة لك أو محبوسة لأولادك. جميل. في وجودك أنت في بيت الزوجية هي محبوسة لك، ولذلك القاعدة الفقهية تقول الحبس يوجب النفقة. فالدولة لما تسجن واحد برضه حتأكله وتشربه في داخل السجن، يعني قد لا تنفق على بنفس الطريقة المرأة التي تكون ربة بيت وجالسة للرجل ولم تكن لها أي خرجات يعني للعمل، فإن الرجل يلزم بالنفقة كاملا في أكلها وشربها وسكنها واحتياجاتها الخاصة وعلاجها، وإن كان طبعا الجمهور في موضوع العلاج عندهم أقوال، لكن الآن مقتضيات الواقع الذي نعيش فيه لا يمكن أن تقول والله أنت تعطيها ما تتزين به ولا تعطيها ما تعالج به. نعم. وإن كان الجمهور خلاف ذلك، لكن الحقيقة الواحد يميل إلى أن موضوع العلاج قد يكون أهم من موضوع الزينة في هذا الجانب. يعني فهي محبوسة لك، ومقابل هذا الحبس ورعاية مصالحك وتمكينها من نفسها كل ذلك يجب عليك فيه النفقة. في الحالة بتاعة الطلاق هي محبوسة للأولاد، هي حاضنة لهم، وبالتالي تستحق أيضا النفقة. طيب، هل يمنع اختلاف الزوجة في الدين من استحقاقها، أو هل هناك موانع لاستحقاقها للنفقة؟ لا،
بالنسبة هي طبعا المرأة حتى غير المسلمة أو حتى سواء اختلاف دين أو اختلاف أي شكل من الأشكال على كل، لا يمنع ذلك من الحقوق الواجبة شرعا أيا كانت، حتى وهي مثلا غير مسلمة. أنت فيما يتعلق بالحقوق المالية أنت ملزم بإجراء الأشياء على طريقة دينك والالتزام بكل الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب. طيب دعنا ننتقل إلى باب أخير وهو المتعة. ما هي المتعة وما سبب وجودها؟ المتعة يعني هو طبعا الطلاق، يقولون الطلاق يكسر خاطر المرأة، الطلاق يكسر خاطر المرأة، والشريعة في كثير من أحكامها تجبر الضرر، تجبر كسر المكسور. فقالوا المتعة وجبت لها جبرا لخاطرها، وجبت لها جبرا لخاطرها، فأنت أكرمتها بالمهر عند الزواج وجبرت خاطرها بالمتعة بعد الزواج. طبعا سبحان الله لو نظرنا إلى الشريعة في كل أحكامها ستجد أنها يعني كاملة وشاملة وجميلة وتراعي المشاعر وتراعي الأحاسيس، فحتى لو أدى إنه والله خلاص العلاقة بين الطرفين انتهت، لكن الشريعة تلزم الرجل أيضا عندما تريد هذه المرأة أن تفارقه يجب أن يعطيها شيئا من المال، على كل قد يكون مقدرا وقد يكون متروكا للعرف. هنا فيها طبعا جانب أن والله الفترة التي كانت محبوسة فيها وأنت كنت تكسب، وهي بشكل أو آخر كانت محبوسة لك، فهي شريكة عموما فيما تحصلت عليه بطريقة أو أخرى. فالشريعة تحضك على أن اللحظة التي تنهي فيها العلاقة أجبر خاطرها بحق من الحقوق وهو حق المتعة، ويكون على كل متروك للتقدير العرفي كما ذكرنا. فطبعا بعض الناس ما شاء الله يكون ميسور الحال وقد يعطي في الفراق ما لا يعطي في الزواج، يعني بعض الناس مثل الحسن بن علي رضي الله عنه كان يعني عندما يطلق المرأة يعطيها ربما أكثر مما أعطاها من المهر في زواجها. طيب ما هي كيفية تقدير المتعة؟ تقدير المتعة على كل ينظر إلى حال البلد، وزي ما هنالك تقدير في المهور إنه والله المرأة إذا لم تسمي لها مهر فإن هنالك ما نسميه في الفقه بمهر المثل، بمعنى البنت هذه لها أخوات ولها خالات ولها عمات ولها قبيلة، غالبا القبائل هذه تشكل عرف، فيقول لك والله مهرنا نحن كقبيلة هو وقية واحدة مثلا، أو مدينة كاملة تخضع لعرف معين فأهل المدينة بكاملهم أعرافهم معروفة في موضوع، أو القضاء نفسه يقدر هذا الجانب تقديرا. خلال التقدير إيش المعروف؟ الله سبحانه وتعالى مثلا يقول والله بالمعروف، الإنفاق يكون بالمعروف. القضاء هنا أو القوانين قد تحدد والتشريعات تحدد ما هو المعروف في هذا الجانب، فقد تقدر أحيانا السلطات الرسمية تقدر موضوع المتعة بأن يكون مبلغا معينا مثل المهر. إذا كان المهر مثلا الفقهاء يذهبون لأنه لا حد لأقله ولا لأكثره، مع أن المالكية طبعا تكلموا عن الحد الأدنى في المهور أن يكون دينارا من الذهب أو 3 دينار من الفضة، فيقدر بهذا الشكل. كذلك أيضا موضوع المتعة قد يقدر عند قانون الأحوال الشخصية أن المرأة عندما تطلق تعطى مبلغ وقدره كذا، أو يترك لعرفه أو يترك لإحسان الرجل نفسه، على كل هي لا بد من أن يعطيها شيء من المتعة أو شيء من المال. طيب والمطلقة بأمر من المحكمة تستحق أيضا المتعة؟ هي إذا طلقت على كل ما دام أطلق عليه الطلاق فهي تستحق المتعة على جميع الأصناف. نعم، إلا في حالة واحدة اللي هو موضوع طبعا الخلع، هذه تدفع ولا تأخذ، يعني التي فارقت بمحض إرادتها وهي مستغنية عن الرجل لا تريده وهو راغب فيها، هذه تطلب الخلع وهي تعطي ما قدم لها الرجل من مهر وترد عليه مهره. طيب سؤال من المتابعين، أحد الإخوان يقول أن زوجته تطلب الطلاق عبر الواتس، عبر تطبيق الواتساب المحادثات، فهل يؤخذ كلامها على أنه طلب طلاق؟ يؤخذ كلامها كدليل يعني؟ لا، هو حتى لو الليل والنهار هي ظلت تقول له طلقني، يعني القرار الطلاق بيده، خليها تملأ الواتساب ما في مشكلة، لكن لا يقع طلاق إلا في حالة أن يقول طلقته، يعني هو يقول طلقته سواء كان قالها لفظا من ألفاظ الطلاق أو قالها كناية، ولكن إذا سئل عنه يقول والله كنت أقصد الطلاق. لكن في جزئية مهمة هنا لا بد أن
ننبه إليها. هي تقول لك طلقني طلقني طلقني، فهنا إذا قلت أنت والله خلاص طلقتك وقع الطلاق وتترتب عليه أحكامه. لكن في مثل هذه الحال التي تصر فيها المرأة على الطلاق لا بد الشخص أيضا يكون مدرك هل تريد خلع أم تريد طلاق. فهي عندما تطلب منك الطلاق معناها لا تريد أن تطالبها أنت بالمال والمهر والأشياء هذه. فإذا قلت طلقتك خلاص يذهب في هذا الاتجاه. لكن أنت تقول والله أنا أخلع، أنت طالبي بالخلع. فإذا طالبت بالخلع ترد عليه مهره، وهنا طبعا يقع بائن بينونة إيه؟ يعني ما في رجعة، يعني في موضوع الخلع تبان منه وليس له حق المراجعة في هذه الفترة. يعني ما يقول والله أنا عندي حق مراجعة بعد ما أوجد إيه الخلع. هنا الفرق. بعض الناس ممكن يقول والله أنا لا أريد أن يقع خلع ولا أريد أن أخذ منها شيء، لكن أنا أطلقها فتحسب طلقة ولا تطالبها بمال، وفي نفس الوقت عندك حق إيه؟ حق المراجعة. لكن إذا أنت ما تريد حق مراجعة بس تريد مالك، تطالب بالمال وتوقع الطلقة على أنها إيه؟ على أنها خلع، اختلعت منه. فإذا اختلعت منه لا يستطيع بعد ذلك إيه؟ مراجعتها. انتهى العقد. نعم. طيب هل تجب النفقة على الزوجة غير المدخول بها؟ الزوجة غير المدخول بها فقط الحالة التي ذكرت هي حالة إن والله يكون تهيأت وكانت هنالك فترة زمنية محددة للدخول، ثم تهيأت المرأة وطلبت منه الدخول لم يتمكن هو من الدخول. هنا يجب عليه أن يصرف عليها. النقطة الثانية أيضا أن تكون في هذه الفترة، أو أن تكون في هذه الفترة ممن يمكن أيضا أن توطأ ولا تكون قيد ذلك. يعني ما تطالب هي بالنفقة وهي غير قادرة أن يكون مدخول بها، لأن بعض الحالات يكون هنالك مثلا عقد على الصغيرة. عقد على إيه؟ على الصغيرة. ففي هذه الحالة قد يكون هو غير قادر على أن يكون مؤهلا للدخول بها، أو هي غير مؤهلة أن تكون مدخول بها. في هذه الحالة لا تجب النفقة. لكن إذا كان هو مهيأ للدخول وهي مهيئة للدخول وطالبته بالدخول، هنا تبدأ عملية النفقة من هذا التاريخ. طيب سنتحدث في الحلقة القادمة على موضوع الخلع بإذن الله. مدخل إلى هذا الباب شيخنا. طبعا هنا بس أنا أحب أن أؤكد التوازن سبحان الله في الشريعة الإسلامية في موضوع الحقوق. أعطت الرجل، وللأسف الشديد طبعا من يجهلون الشريعة يتصورون بأن والله هنالك تسلط من الشريعة مكنت الرجل في أن يتسلط على المرأة. ما في حاجة اسمها تسلط، بالعكس يعني ستلاحظ بأن هنالك توازن كبير جدا في موضوع فإذا كان هي شعرت بأن والله متضررة من هذا الزواج، الشريعة أعطتها الحق في المخالعة وأعطتها الحق في رفع الضرر عبر القضاء. نعم. وموضوع الضرر أنا حقيقة يمكن موضوع طويل، يعني أحيانا يكون الرجل مفقود، أحيانا يكون رجل سجين، أحيانا يكون رجل غائب ولا ينفق على المرأة. جملة من الأشياء بإمكانها أن تذهب إلى القضاء وتنهي إيه؟ تنهي موضوع الزواج. شاكرين لكم دكتور حسن هذا التقديم وهذا الحضور. الله يكرمك. شكر موصول لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. نجدد ونكرر الشكر بسماحة الشيخ الدكتور الضيف الدائم حسن سلمان. شكرا لكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة في نفس الموعد من كل أسبوع، ترقبونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ha ha ha